السلام عليكم. انك تتجوزي راجل ابن حلال وابن اصول وبيتقي ربنا فيكي، دي بالدنيا وما فيها، وده نوع من انواع رضا ربنا عليكي. الناس كلها بتتجوز، بس مش كلهم بيتجوزوا واحد ابن حلال او ابن اصول. على فكرة يعني ده شيء بعيد عن انه جواز حب او صالونات، دي حاجة في طبع الراجل ذات نفسه. الراجل اللي يشتري خاطرك دي بالدنيا كلها والدنيا بحالها، الراجل اللي يحوط عليكي برموش عينيه، الراجل اللي تكوني مالية حياته ودنيته وتفكيره وروحه، اللي يسندك ويساعدك ويجي على راحته علشان فرحتك انتي، يوعدك ان هو يكون نعمة الزوج ونعمة الحبيب، وفعلا يطلع قد كلمته، اللي تحسي معاه ان ربنا جبر بخاطرك وطبطب عليكي، اللي الدين عنده يسمى ان هو هيعاملك بما يرضي الله، اللي يحتويكي ويحافظ عليكي، اللي ما يخليكيش تحتاجي لحد ابدا ويبقى هو دنيتك ورزقك في الدنيا. الراجل ده موجود، مش بيجي بشطارتك ابدا. الراجل ده رزق من ربنا بعتهولك، مش بيجي غير من كرم ربنا عليك وفضله، وانك تدعي ان ربنا يرزقك بواحد ابن حلال، وتكوني نفسك في راجل تكوني بتحبيه ويحبك. ادعوا لنفسكم الدعوة دي. بس لما يوصل عندك الراجل ده ما تحكيش لحد عليه. لما يوصل عندك الراجل ده ويكون موجود في حياتك، قفلي على حياتك. لما يوصل عندك الراجل ده ما تخلوش يعمل حاجة فيها نوع من انواع الحب قدام حد، لان مش هيسيبوكي في حالك. لما يوصل عندك الراجل ده وربنا يراضيكي بيه، اكتمي، داري على شمعتك علشان بيتكم ما يتخربش. لما يوصل عندك الراجل ده ما تفرحيش بحبه ليكي قدام الناس، لان انتوا بعدها هتتدمروا وحياتكم هتتدمر. لما يوصل عندك الراجل ده حافظي عليه على قد ما تقدري وما تفرطيش فيه، لانه قليل قوي في الدنيا ومش موجود غير نادر. لما يوصل عندك الراجل ده وتلاقيه في حياتك وربنا كرمك بيه على سنة الله ورسوله، ما تحكيش لحد عليه، ما تقوليش لحد ده بيعمل وبيسوي، ما تقوليش لحد ده كان بيعاملني كذا وكذا وكذا، ما تقوليش لحد ده بيساعدني في شغل البيت، ما تقوليش لحد ده بيجيب لي كل اللي نفسي فيه، ما تقوليش لحد حتى لو اختك ده شايلني من على الارض شيل. بتحكي وبتقولي من حبك فيه، وبتعرفي كل الدنيا ان هو راجل محترم واصيل وبيحبك، وبتبقي فرحانة بحبه. ما تقوليش لحد ان هو بيطبطب عليكي وبيخاف عليكي، ما تقوليش لحد بانه في عز ما بيكون عايزك ومحتاجك وغريزته جواه بتبقى مشتاقالك بيخاف عليكي لو انت تعبانة. ما تقوليش لحد على كل حاجة حلوة بيعملها معاكي، ما تحكيش لحد على أدق التفاصيل ما بينكم، ما تحكوش لحد ولا توروا لحد حبكم قدام الناس. فرحك بيه بيخلي عينيك تنور لما يكون موجود. حاولي تمنعي عينيك تنور شوية لما يكون هو موجود، ولما يكون هو في حد موجود معاكم، لأن كل ده هيتدمر بعين بتبصلكوا مش حباكوا، بعين ما عندهاش نفس اللي عندك، بتدمير للبيت وللحب وللحياة وللعيشة وللطاقة الإيجابية اللي موجودة ببيتكم. بالحسد، الحسد بيودي البني آدم القبر زي ما قال رسولنا الكريم. الحسد بيغير حياتك 180 درجة. واحدة جوزها بيكون جاف معاها، بيكون قاسي معاها، بتبصلك وبتحسدك غصب عنها، ما بتبقاش قادرة تتحمل اللي هي شايفاه من حب لجوزك ليكي. ممكن يبقى أقرب الناس ليكي وانتي مش حاسة ومش عارفة، مش بتعرفي ده انتي وجوزك الا متأخر قوي بعد ما كل حاجة بتتدمر. ممكن جوزك ما يسيبكيش ويفضل يحبك برضه، بس تحصل حاجة في حياتكم تنغص عليكم حياتكم وما تعرفوش تكملوا حب مع بعض.
ممكن تفضل حياتكم زي ما هي، بس مش نفس الطاقة ومش نفس الإيجابية. ممكن تفضل حياتكم تحسوا ان انتوا هتتجننوا علشان عايزين الحياة ترجع تاني ومش قادرين. ممكن حد ابن حرام يفكر يعمل لكم سحر او عمل او اي نوع من انواع الابتلاءات اللي يدمركم بيها. ممكن حد شيطانه يوصله انه يدمر لكم حياتكم بالمعنى الحرفي علشان توصلوا لدرجة ان البيت ده ما يكونش سعيد. صدقوني واسمعوا كلامي بدون اي دخول في تفاصيل، في ناس كتير قوي حياتها بتتدمر بسبب الحسد والحقد والسحر والاعمال اللي مش كويسة. في ناس بيوتها بتتدمر بسبب ان حد بيبص للحب ده. ممكن ما يكونش عندك فلوس، ما يكونش عندك جاه، ما يكونش عندك اي حاجة حلوة من انواع الماديات، ولكن عندك حضن جوزك بالدنيا كلها. اللي عنده الحاجات التانية بيبص للحضن بتاعك على انه حاجة كبيرة جدا نفسه فيها ومش قادر يصنعها ولا قادر يعملها. الحب ده بيبقى خير ورزق من عند ربنا. حافظي عليه وما تقعيش في الحاجة اللي مش كويسة. ما تقعيش نفس وقعة اللي قبلك وتكوني فرحانة بالحب دوت وتفضلي تحكي وتتحكي عنه. بيتكو هيتدمر وحياتكو هتضيع وولادكو ممكن مستقبلهم يقف بسبب الحسد. الحسد مذكور في القرآن الكريم ومذكور في أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، بس مش كلنا بنبقى فاهمينه. مش كلنا بنبقى فاهمين ان الحسد ممكن يوصل لدرجة تدمير بيت وتدمير أسرة كاملة. تدمير أسرة هي كل حياتها عايشة بس علشان خاطر انها تكون سعيدة وفرحانة. أسرة بس بتحب الحب. عارفين لما تحبوا الحب وكمان بتوزعوا الحب ده على اللي حواليكم، بس للأسف اللي حواليكم مش عايزين الحب اللي انتوا بتدوهولهم، هم عايزين الحب اللي عندكم انتوا. حافظوا على بيوتكم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان علشان توصلوا لبر الأمان بولادكم وببيوتكم. الحسد بيدمر بيوت كتير قوي. الحسد بيدخل الإنسان القبر وبيدخل الإنسان المستشفى وبيحرق بيت ملوش أي ذنب خالص 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 غير إن هما كانوا بيحبوا بعض. صدقوني كلامي مفهوش أي شيء من التزييف ولا أي شيء من الرياء، لأن الكلام ده حصل فعلا في قلب البيوت. الحسد بيدمر البني آدم وممكن يخليه بقيت عمره عايش تعيس. اللي بيحبه عايش معاه، لكن حياتهم اتدمرت بمعنى الكلمة بتفاصيل كتير قوي كبيرة وصغيرة ما ينفعش تتحكي للناس. الناس شايفاكم ان انتوا لسه مكملين وبتحبوا بعض، لكن انتوا مش لاقين وقت اصلا للحب ده من كتر ما انتوا بتعافروا في الدنيا وبتجاهدوا فيها. حبوا بعض بس داروا على بعض. حبوا بعض بس خافي على زوجك وانت خاف على مراتك.